السلام عليكم. في تمرين بسيط كده بيحفز لك الهرمونات اللي المفروض ان جسمك يفرزها عشان خاطر تشتغل كمضاد لاكتئاب طبيعي. التمرين ده بياخد 3 دقايق بس، انا هقول لك عليه عشان خاطر تبتدي تريح نفسك. التمرين ده تقدر تعمله حتى لو مفيش حاجة، يعني لو انت تقدر تعمله كل يوم وتبقى عادة بالنسبة لك كده، قبل الصلاة، بعد الصلاة، وانت ماشي في الشارع، وانت في الاتوبيس، وانت في العربية، وانت في اي مكان، تقدر تعمله ببساطة. هو بياخد 3 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده، يمكن اقل كمان. التمرين ببساطة كده هو انك انت تاخد نفس عميق شوية من مناخيرك وتطلعه في 3 4 ثواني من بقك بعد ما تكتمه. يعني تاخد نفس تكتمه 3 4 ثواني، 10 ثواني بالكتير أوي، وبعد كده تطلعه من بقك واحدة واحدة بالراحة، 3 4 مرات تعمل التمرين ده. ده أول جزء. هو كده بي بيخلق لك أصلا، بيفرز لك مادة السيروتونين والدوبامين اللي جسمك بيحتاجهم عشان يظبط لك المزاج. الحاجة التانية، تبتدي تبتسم. حتى لو مش مقتنع، ابتسم يا سيدي، حتى لو اكنك متصنع. مخك ما بيفهمش انك انت بتعمل ده، مخك بيفهم انك انت بتبتسم، فبيبتدي بعد كده يدي اوامر لعقلك الباطن ان هو يفرز المواد دي مع النفس. طيب، الابتسامه دي تفتكر معاها مثلا حاجه جميله، 3 4 حاجات كده حصلوا لك جميله النهارده او امبارح. شربت فنجان قهوه جميل، المدام صبحت عليك بشكل كويس، او نكدت عليك فانت تبتسم برضك انها نكدت عليك يعني. ف وتبتدي تعمل التمرين كل يوم 3 أو 4 مرات. ده مضاد طبيعي للاكتئاب، معنى صح، ما بيخلكش توصل لمرحلة ان انت تكون محتاج فيها مضادات اكتئاب. ده جسمك بيفرز هرمونات، وانا هحط لكم تحت في اول تعليق الحاجات بالظبط، التفاصيل الهرمونات ايه اللي بيفرزها الجسم عشان تقدر تعيش تمام كده وما يبقاش عندك مشكلة خالص. عامة آه، جرب ومش هتخسر حاجة. جرب لمدة أسبوع أسبوعين كده، 3 دقايق كل يوم وخلاص. يعني لو تقدر تعمله كمان مرتين 3 في اليوم كده زي الفل، وأنت في أي مكان بقى، في السرير، في ماشي، راكب، زي ما قلت، في أي مكان. يا ريت تبلغوا الناس، وممكن تشير الفيديو لو حبيت. أديله على الخير كفاعله. والسلام عليكم.